يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. عشاق السمك نجمع هنا بسرعة، لا مقلي ولا مشوي. سمك الفيليه بصوص الكريمة والليمون، طريقة جديدة لتقديم السمك. وأنا داليا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. هتقدمي لأسرتك السمك بطعم جديد مع رز الصيادية الخطير، وجبة ما تتسبش. اعمليها ولادك هيحبوها، هتعتمديها كل أسبوع هيطلبوها. ولتجهيز وصفتنا هحتاج كيلو من سمك الفيليه سواء بلطي أو قشر بياض. وانتي بتشتري سمك الفيليه حاولي انك تركزي تختاري القطع التخينة المقلبظة عشان تفضل متماسكة معاكي وما تتهريش منك وانتي بتسويها. ولتنظيف سمك الفيليه من اي ريحة زفارة موجودة فيه، هحطه في طبق غويط وانزل عليه بالمية الجارية واشطفه، واحط له مية جديدة واضيف له معلقة صغيرة من الملح، عصير ليمونة كبيرة، والليمونة تكون مغسولة كويس لاني هرمي قشر الليمون في المية، واقلب كويس عشان الملح يدوب، وانقع فيه السمك لمدة نص ساعة. وهسيب السمك منقوع وابدأ أجهز تتبيلة للسمك، عبارة عن معلقة صغيرة مليانة من الملح الأبيض الناعم، نص معلقة صغيرة من الكمون الناعم، نص معلقة صغيرة من البابريكا، مع ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة من الثوم البودر، وربع معلقة صغيرة من الشطة، ربع كوباية من عصير الليمون، مع معلقة كبيرة من المستردة. وهدوب معلقة المستردة كويس جدا في عصير الليمون، وابدأ أنزل بكل التوابل وأقلبهم كويس جدا عشان الملح يدوب، كل التوابل تمتزج مع بعضها. كده التتبيلة بتاعتنا جاهزة. هشطف السمك كويس واسيبه يصفي ميته. ولأني قطع سمك الفيليه كبيرة ببدأ إني أقسمها بالنص عشان أثناء التسوية يبقى سهل إن أنا أقلبها من جنب للتاني من غير ما تتهري مني. وفي بولة عميقة نظيفة هبدأ إني أنزل بجزء من التتبيلة، وبالفرشة هبدأ إني أوزع التتبيلة على كل قطع السمك كويس جدا، أتأكد إن كل جزئية في السمك وصلت لها التتبيلة. وهسيبه منقوع في التتبيلة بتاعته في التلاجة لمدة ساعة. تبلت السمك وغطيته، هحطه في التلاجة وابدأ أجهز رز الصيادية ل3 كوبايات من الرز المصري. هحتاج حبيتين من البصل حجم متوسط و3 حبات طماطم متوسطين الحجم. هقطع البصلة مكعبات زي بالظبط البصلة بتاعت الكشري، وهبشر الطماطم. وبعد ما قطعت البصل وبشرت الطماطم هبدأ في تجهيز توابل رز الصيادية. ولكل كوباية من الرز معلقة صغيرة من الملح. ولاني هجهز 3 كوبايات من الرز الابيض احتجت لهم 3 معالق صغيرين من الملح، معلقة صغيرة من الكمون الناعم، نص معلقة صغيرة من البابريكا، مع ربع معلقة صغيرة من القرفة. ودي توابل رز الصيادية. وفي حلة على نار عالية هنزل بنص كوباية من زيت الطعام، وأول ما يسخن هنزل عليه بالبصل المتقطع، وهقلب البصلة في الزيت واسيبها لحد ما لونها يغمق. وهنزل بتوابل الرز اللي جهزناها مع بعض واقلبها تقلبتين مع البصلة، يعني نص دقيقة، دقيقة بالكتير قوي لحد ما تبدأ ريحتها تبان. هضيف الطماطم المبشورة واقلبها مع البصلة دقيقتين 3 دقايق، مش اكتر من كده، مجرد تاخد تسبيكة خفيفة خالص. ولكل كوباية رز معيارها كوباية من المية بنزل ب3 كوبايات من المية. هقلب واغطي الحلة. أول ما المية تغلي هبدأ أنزل ب3 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي، وهقلب الرز كويس عشان ما يكلكعش. هغطيه واسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب ميته. الرز اتشرب ميته هقلبه كويس واغطيه وانقله على اصغر عين في البوتاجاز، واوطي العين خالص اخليها شمعة عشان يكمل تسويته على نار هادية. طاسة كبيرة او صينية غير لاصقة بنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة مع معلقة كبيرة من الزيت، والنار تكون عالية. هستنى لحد ما المادة الدهنية هتسيح وتسخن كويس جدا. هرص قطع السمك جنب بعضها واسيبها من 4 ل5 دقايق على الوش الاولاني تاخد صدمتها وتتماسك عشان اقدر اقلبها بسهولة من غير ما تتهري معايا. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة واطلعهم في طبق خارجي. وفي نفس الطاسة بنزل بمعلقتين كبار من الزيت مع بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات. هحمر البصلة كويس جدا وانزل عليهم
ب3 فصوص توم مفرومين ناعم جدا، هشوحهم مع البصلة دقيقة لحد بس ما ريحة التوم تبان. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من المشروم المتقطع شرايح واديله تشويحة محترمة مع البصل والتوم. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة هرمية من الدقيق، وهوطي النار خالص عشان الدقيق ما يتحرقش مني بسرعة، واديله تقلبتين 3 لحد ما الدقيق يستوي، وانزل عليه بكوبايتين كبار من اللبن الحليب، وهعلي النار مع التقليب المستمر عشان القوام ما يكلكعش معايا. وهضيف له نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم، مع عصير نص ليمونة كبيرة أو ليمونة كاملة بس تكون صغيرة، معلقة صغيرة من الروزماري وده اختياري. هقلب الصوص واطفي عليه عشان ما يتقلش مني قوي، وكده تكون وجبتنا جاهزة. رز الصيادية مع قطع من سمك الفيليه، هضيف عليها صوص الكريمة والليمون. وجبة لذيذة جدا طعمها تحفة والصوص مديها تيست خرافي. طريقة جديدة لتقديم السمك، جربيها هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.